هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، مش برجالتنا بايدينا. دي جمله شهيره قالها الزعيم عادل امام في فيلم سلام يا صاحبي، وده شعار الانديه الكبار في الدوري السعودي لهذه الجوله. الكل بيضرب وبنتائج عريضه كمان، الكل بيفرض عضلاته، والكل بيقول انها هتكون اقوى نسخه في تاريخ الدوري كله. تحليل الجوله الثالثه من الدوري السعودي والحديث عن صلاح وبنزيما وحمد الله وشريف وكله. بسم الله. مبدئيا خلينا نمسكهم بالترتيب كده، والبدايه مع نادي الاتفاق السعودي اللي بعد قدوم من انتصار في اول مباراتين بقياده المدرب ستيفن جيرارد يفشل في تحقيق الانتصار الثالث ويكتفي بالتعادل امام الخليج بنتيجه 1-1 عشان يبتعد عن صداره الدوري. ولقطه المباراه كانت مشاركه مهاجمنا المصري محمد شريف المنتقل حديثا لنادي الخليج، واللي نجح في صناعه الهدف لزميله فابيو مارتينيز. من الاتفاق نروح لاتحاد جده اللي مشعل بقى، سواء من اخباره في سوق الانتقالات بره الملعب او اداؤه كمان جوه الملعب، حاجه في منتهى العظمه. طيب اولا العميد نجح الاسبوع ده في التفوق على نادي الرياض برباعيه نظيفه بقياده عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما في خط الهجوم. بنزيما نجح في تسجيل اولى اهدافه في الدوري السعودي، وكان رد فعل عبد الرزاق حمد الله: ايه انت هتعلي عليا ولا يا بنزيما؟ لا يا ابو ابراهيم، ده انا اقدم منك هنا في الشغلانه مع العميد. وفعلا ينجح بعدها حمد الله انه يتحصل على ضربه جزاء، وطبعا بنزيما ياخد الكره للتسديد لانه المفروض المنفذ رقم 1، لكننا نفاجئ انه بيدي الكره لعبد الرزاق للتسديد لانه بينافس على صداره هدافين الدوري. ايه الاخلاق العاليه دي بس يا ابو ابراهيم؟ وفعلا ينجح عبد الرزاق في احراز الهدف الثاني من بينالتي، وكمان يضيف الهدف الثالث من مقصيه رائعه عشان يختتم صالح العمري النتيجه بالهدف الرابع للاتحاد. وبكده العميد يحافظ على المركز الاول في الدوري ب9 نقاط، وعبد الرزاق حمد الله يعزز رصيده في صداره الهدافين برصيد 4 اهداف. واذا كمل بالمستوى اللي بيقدمه حاليا فمن الواضح انه هيكون موسم شخصي للتاريخ ليه، لان الراجل لغايه دلوقتي شايل الاتحاد على كتافه وهو الاكثر مساهمه بالاهداف في الدوري، وبكده هيكون منافس شرس في صراع الهدافين السنه دي. جميل؟ لا مش جميل خالص. ليه بس يا معطي؟ فين المشكله؟ اقول لك، لان ببساطه عبد الرزاق كان بيسحب البساط من تحت رجل بنزيما. ازاي؟ لانه حسب خطه نونو فعبد الرزاق هو التسعه الصريح المهاجم اللي متسنتر في ال18، وبنزيما هو اللي بيسقط لنص الملعب عشان يساعد في الخروج بالكره وبناء اللعب. فبالتالي ده بيخلي بنزيما يقطع مسافه اكبر في الملعب وبيوصل لل18 متاخر، وده بيصعب عليه عمليه احراز الاهداف. لكن حمد الله موجود في منطقه ال18 اكتر واكتر ونشيط فيها لانه بيلعب في مساحه اقل من الملعب، وده بيعمل تداخل في الادوار بين الاثنين لعيبه. ومثال على كده اللقطه اللي قبل الهدف الثالث، الاثنين رفعوا رجليهم عشان يشوفوا الكره اللي جايه من الظهير، لكن راقب معايا كده تحرك حمد الله اللي كان انشط وقدر يتحرك ويستقبل الكره اسرع ويحطها مقصيه رائعه ويحرز الهدف الثالث. وطبعا الادوار المتداخله بين الاثنين سببت خلاف كبير بين نجم الفريق كريم بنزيما ونونو سانتو المدرب اللي ما كانش عايز بنزيما لانه مش مناسب لخطته في اللعب. والموضوع كبر لدرجه ان في شائعات بتطلع وتقول ان بنزيما طلب الرحيل عن اتحاد جده، وطلع انمار الحائلي رئيس اتحاد جده يضع حد وينفي اخبار ان بنزيما مش مبسوط او طلب الرحيل لتهدئه اوضاع الفريق. ايه رحيل؟ ايوه زي ما سمعتني كده. طب هو جه في ايه وهيمشي في ايه؟ هقول لك يا صديقي وبالحقيقه، نونو سانتو لما اتسال في المؤتمر الصحفي مين المسؤول عن تنفيذ البينالتيز رد وقال: مش عايز اقول عشان افاجئ الخصوم في المباريات القادمه. ولما اتسال برضه عن مشاكله مع بنزيما كان رده: انا ما عنديش مشكله مع بنزيما وعلاقتي كويسه اي كده بكل اللاعبين. واتهم الصحفيين انهم اللي بيقولوه ده كلام فارغ. التصريحين دول معناهم ان في مصيبه فعلا ومشاكل بين المدرب واللاعب، لان مفيش دخان من غير نار، والنادي بيحاول يداري على الموضوع. وخدها مني بقى، اذا استمرت المشاكل في الاخر هينتهي امر نونو سانتو بالرحيل قريبا، زي اللي حصل مع رودي جارسيا في النصر لخلافه مع كريستيانو رونالدو، لانه مش معقول لاعب معاه كره ذهبيه زي بنزيما لما كان في الريال مع انشيلوتي كان بياخد الحريه الكامله في كل حاجه، من شوط فاولات وضربات جزاء واي حاجه الحكومه دايس فيها، ده اسمه الحكومه. تيجي انت يا عم نونو بعد كل ده تقول له لا كفايه عليك دور صناعه وبناء اللعب ومهمه التسجيل لعبد الرزاق هو الرقم 1 عندي فيها، وبعد كده انت يا بنزيما لا شكلك انت اللي هتوحشنا والله يا عم نونو سانتو. وطبعا لازم نختم كلامنا عن اتحاد جده باهم خبر حاليا وحديث الساعه هو انضمام الملك المصري محمد صلاح للعميد، واللي من الواضح ان الصفقه قريبه جدا من الحسم او في مراحلها الاخيره، وده بعد ما صلاح وافق على العرض الكبير حسب الاخبار المقدم ليه من الاتحاد بعد مقابله انمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في لندن لحسم الصفقه حسب الاشاعات. وبكرر تاني حسب الاشاعات، وكل الاخبار بتقول ان ليفربول رافض البيع تماما وان صلاح لا يمس، وكلوب اكد ده
في المؤتمر الصحفي، لكن نقطة الحسم في انتقال صلاح للاتحاد هو صلاح نفسه. وقلتها قبل كده وبكررها تاني، صلاح هيلعب في السعودية لا محالة، وإن ما كانش الموسم ده فهيكون الموسم اللي جاي كأقصى تقدير. وما تنساش إن جمهور الاتحاد بيطالب وبيضغط على الإدارة بنجم عالمي زي نيمار في الهلال، والجمهور في المباراة أمام الرياض كان بيحتفل وهم لابسين أقنعة صلاح. ولسان حالة إدارة الاتحاد بتقول أنا بطل الدوري، أنا الأقوى، والهلال يعمل صفقات أقوى مني. طب إزاي؟ وعشان أراضي الجماهير دي مفيش غير حل واحد بس، صلاح يجي وبأي تمن. خلاص يبقى لازم حسم التعاقد مع صلاح في أسرع وقت، لأنه هيكون هو القطعة الناقصة عشان تضيف عظمة فوق عظمة الدوري السعودي الحالي، ومن رباعية الاتحاد إلى رباعية الهلال اللي افتتحها السفاح الصربي المجنون ألكسندر متروفيتش بالهدف الأول في مرمى الرائد من صناعة روبن نيفيز، اللي أخيرا ابتدى يبان أدواره لما لعب جنبه سافيتش في عمق الملعب. وزي ما حمد الله تألق بثنائية جه الرد من نجمنا السعودي سالم الدوسري، الراجل أبدع أمام نادي الرائد ونجح هو كمان إنه يحرز ثنائية ويقود بيها الهلال للفوز. وبصراحة قوة شخصية يحسد عليها الدوسري، اللي صرح بعد المباراة إن الحساب هيكون آخر الموسم، وإنه مستمر مع نادي الهلال في الفترة القادمة. يعني النادي يتعاقد مع لاعب عالمي زي نيمار في مركزك فخلاص أنت كده بقيت مجرد بديل ليه، لكن سالم يرفض ويرفع التحدي ويصمم يقاتل على مركزه ويستغل غياب نيمار أحسن استغلال، اللي لسه ما شفناهوش لغاية دلوقتي بيلعب بقميص الهلال. حتى بعد ما أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ضربة الجزاء راح لجمهور الزعيم ويقول لهم أنا موجود ومكمل هنا وأنتوا في القلب وعلى الراس. وبصراحة أكتر حاجة تبسط الواحد إن إحنا نشوف مستوى لاعبتنا العرب في مستوى النجوم العالمية دي. ده إيه الجمال ده يا رجالة، الله ينور. نمسك الخشب وندعي يا رب يكملوا على كده. وأخيرا يسجل عبد الله الحمدان الهدف الرابع للهلال ويحسم المباراة إلى الزعيم، اللي شهدت أول ظهور لأسد الأطلس ياسين بونو مع الهلال، واللي نجح فيها بالخروج بشباك نظيفة بعد التصدي لكل فرص نادي الرائد. وده يعتبر ثاني أكبر فوز في تاريخ المواجهات بين الفريقين بنتيجة 4-0 لصالح الهلال. قبله بس يجي فوز الهلال برضو على الرائد بنتيجة 5-0 في أغسطس 2019. ومن الزعيم نروح للملكي الأهلي السعودي اللي كان بيلعب ماتش صعب جدا الأسبوع ده أمام نادي الأخدود، اللي قدم مباراة دفاعية ممتازة والمباراة كانت رايحة لنتيجة التعادل السلبي. لكن هنا يبان فرق الجودة بين الفريقين. رياض محرز يلعب عرضية بالمقاس على دماغ فيرمينو اللي لسه راجع من الإصابة، ويصلح الكرة بدماغه جوه منطقة ال 18 عشان يقابلها المتابعة من فرانكي كيسيه بالراس. قلت لكم نسخة كيسيه مع الأهلي عظيمة، والراجل مش بس بيلعب كرقم 6 لكن حط عينك عليه هتلاقيه بيتقدم وبيزيد كتير كمان قدام لمساندة الهجوم زي ما كان بيلعب في ميلان في أحد المواسم، وكان أفضل لاعب في الدوري الإيطالي. وبكده ينجح الأهلي في خطف الفوز بالهدف في الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع وقتل المباراة. وبكده يتساوى الأهلي مع اتحاد جدة في صدارة الدوري برصيد 9 نقاط لكل فريق. وعشان نختم مع الملكي اللي نجح في انه يخلص صفقة مهمة جدا في نصف الملعب، وهو الموهبة جابرييل فيجا صاحب ال 21 عام من سيلتا فيجو، واللي أبرز أندية أوروبا كانت مهتمة بيه زي الريال وبرشلونة. لكن الأهلي ينجح في حسم الصفقة اللي هتضيف الكتير، بالذات ان فيجا وكيسيه جنب بعض في الأهلي هيمتلك ثنائي خط وسط قوي ما يقلش حاجة عن ثنائية الهلال نيفيز وسافيتش، أو الاتحاد فابينيو كانتي، أو النصر فوفانا وبروزوفيتش، وخلي توني كروس الألماني يزعل زي ما يزعل. وأخيرا نختم مع العالمي النصر السعودي اللي بيحقق أول انتصار ليه في الدوري الموسم ده على نادي الفتح بنتيجة 5-0. مش قلت لكم نتائج عريضة كلها بعد سلسلة من النتائج السلبية الفترة اللي فاتت لنادي النصر؟ كان رونالدو بقى فيها نصيب الأسد اللي بيفتتح التسجيل في الموسم ده بهاتريك ويحتفل مع ساديو ماني اللي هو كمان نجح انه يسجل هدفين، والهدف الاول كان من جمله ثلاثيه بين بروزوفيتش وصناعه كريستيانو بالكعب وتسجيل ساديو ماني. وبكده يتساوى رونالدو مع فيرمينو ومالكوم وماني في الثاني صداره الهدافين بعد 3 أهداف لكل منهم. المباراه شهدت برضو اول ظهور للصفقات الجديده زي لابورت في قلب الدفاع واوتافيو لاعب بورتو السابق، والنصر الجديد في مركز الرقم 10 كصانع العاب. واحنا هنا بنتكلم عن لاعب هو الافضل في الدوري البرتغالي الموسم الماضي مش اي لاعب. والحقيقه مع الصفقات الجديده ابتدى شكل النصر يبقى احسن بكتير في الملعب، حتى من المباراه اللي فاتت في تصفيات دوري ابطال اسيا اللي نجح النصر العالمي في حسمها بنتيجه 4-2 امام شباب الاهلي. وهنا لازم نقول ان كريستيانو حقيقي لا ينتهي، تحس انه بعد ما وصل الدوري السعودي كان المفروض خلاص يريح بقى، بس الراجل مباراه ورا الثانيه تحس عنده 20 سنه بس وعاوز يثبت نفسه. عقليه رونالدو عقليه غير عاديه الصراحه. وفي النهايه لازم اختم واقول حقيقي السعوديه بتعمل عظمه
والتطور بيحصل دلوقتي بسرعه الصاروخ، والدوري بقى تنافسي جدا، وده هيرفع مستوى المسابقه ككل. احنا كلنا بنقول انه هيبقى من اقوى الدوريات، لكن دلوقتي عادي جدا تلاقي ناس بتسيب ماتش بيتلعب في دوري اوروبي كبير، اسباني، الماني، ايطالي، وبعض مباريات الدوري الانجليزي كمان، وتروح تشوف مباراه في الدوري السعودي ويمزجك. ولما يكتمل قريب كمان باسماء زي محمد صلاح وحتى لعيبه شباب موهوبين زي فيجا، كده كل يوم الدوري ده بيزيد قوه. انا كده خلصت، سلام.